يا مساء الفل عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده بقى النهارده اعرفكم على طريقه كيكه، بس ايه جمدان ان شاء الله، يا رب تعجبكم. الكيكه دي اسمها كيكه تايجر. تعالوا بقى نشوف كده خطوات واحده واحده كده مع بعض، وهي سهله وما فيش فيها اي حاجه. وتعالوا يلا نبتدي. بنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. كده الاول عندنا هنا كوبايه ونص سكر بودره، دي كوبايه ونص. هي الكوبايه ونص بنفس معيار الكوبايات دي، بس هي لما بتطحنيها بتبقى كتيره يعني. كوبايه ونص سكر بودره خدناهم وطحناهم. وعندنا هنا 3 كوبايات دقيق هندخلهم دلوقتي، و3 بيضات، وكيس بيكن كيك شيف، وفانيليا. وعندنا هنا كاكاو خام. انا جبت كاكاو دريم بصراحه، الكاكاو بتاعهم حلو قوي. انا قبل كده جبت اللي هو الباودر ده السايب، بس بصراحه ما كانش حلو، كان فيه بيقرقش كده، ما كانش حلو بصراحه. وعندنا هنا كوبايه الا ربع سمنه، وكوبايه لبن. تعالى بقى نشوف الخطوات ازاي. دلوقتي يا جماعه كده جبت طبق كده غويط، وهنجيب بقى الدقيق بتاعنا هننخله، عشان خاطر يبقى الدقيق داخله هوا كده، وتطلع كيكه معانا هشه كده وحلو. لازم تنخليه، حتى لو انت ضامنه الدقيق بتاعك برضو كويس، لازم برضو في المرحله دي لازم تنخليه. تمام. هنخليه كله كده كويس بالمنخل ده، او ما عندكش المنخل ده اي منخل تاني عندك. تمام. وبعد كده بقى هنزل بالبيكنج باودر، وبعد كده هنزل بذره ملح صغيره كده خالص، لا تذكر يعني، بس لازم يتحط لها ذره ملح، واقلبه كده واسيبه على جنب. جبنا هنا بقى الكبه كده بتاعتنا الحلوه ديت، هنزل بقى بالسكر. بس هو السكر ممكن يكون مجمد شويه عشان خاطر الجو ساقع. وما عندكش الكبه دي تقدرها بالخلاط يعني عادي، ومفيش برضو خلاط نقدر بالمضرب اليدوي بتاعنا، مفيش حاجه يعني تقف معانا. وبعد كده ننزل كده بالسمنه. هي الجو كان ساقع، الحاجه كلها جمدت. وبعد كده بقى هديله ضربه كده حلوه. بصوا بقت كريمه معايا ازاي خالص ازاي. السكر بيسهل معاك الدنيا خالص، وبيخلي العجينه السكر معاك والسمنه يعني يدوب بسرعه، ويعمل فوليوم حلو كده. وبعد كده هننزل دلوقتي كده بقى بالبيض والفانيليا، واديله ضربه كمان. بصوا بقى جميله ازاي. هنزل دلوقتي كده بقى بكوبايه اللبن، واديله برضو ضربه تانية. كده خلاص خلصنا اهوت. بص ما خدش معانا وقت خالص ولا اي حاجه. هنزل بقى كده بقى بالسائل كده بتاعنا ده كده على الدقيق، وايدك فيه على طول عشان ما يكلكعش معاك. انا كنت ممكن اعمله في الكبه، بس خفت لما يلفش معايا، فقلت كده اضمن. بصوا بقى جميل ازاي، ولا مكتل ولا اي حاجه خالص، بقى سايل وناعم وكريم وزي الفل. هاخد دلوقتي كده بقى نص العجينه، وهضيف معاها معلقتين كاكاو خام، معلقتين كبار. اهو هنزل بقى بنص العجينه، عشان يبقى معانا نص كريمي ابيض ونص شوكولاته. وافضلي بقى قلبي فيه كده، اللي هتلاقي اللون يتغير معاك ويبقى شوكولاته. وهنا خلاص بقى كده خدت اللون اللي انا حباه. لو انت عايزه تغمقي اكتر من كده طبعا هتزودي كاكاو. جبت هنا صينيه بقى، وهنزل على كده باي ماده دهنيه، وهنبطنها بشويه دقيق. لو عايز تستغنى عن الكلام ده كله حط بس ورقه زبده وخلاص. بس انا بقى الحقيقه اكتشفت وانا في المطبخ ان ورقه الزبده عندي كان خلص، فقلت خلاص مفيش حاجه يعني هتقف معانا هتعطلنا يعني. هنا بقى نقلتهم هنا كده في كيسين، حسيت ان الكيسين هيبقى احسن من اعمل كبشه كده وكبشه كده، فكنت حاسه ان هيبقى فيه لغوصه اكتر. فانا قلت الكيسين هقدر اتحكم ايه في العجينه اكتر، والكميه اللي هنزلها اكتر. وافتح برضو الكيس كده وانزل من الشوكولاته، يبقى هنعمل طبقه مره كريمه ومره شوكولاته، مره كريمه ومره شوكولاته بالتبادل كده اهوت. هو كله يعني ما تقلقيش، هي كده كده هتفرد. ما تقولش هي هتقف على كده او هتسيح على بعضها، لا 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 خالص. انتوا كل ما تنزلي طبقه من الخليط ده بيزق ده. بس الله يعينك بقى، يعني ايه خدي بقى وقت طويل، لان انا ايه مليت من الحركه دي، فقلت كانت مالها الكبشه، لازم الاختراعات يا ام حنين، مش في كل حاجه اختراعات يعني. فضلت واقفه مده طويله بصراحه يعني يا جماعه، عشان ما اكذبش عليكم. ومليت وزهقت. بس يلا الحمد لله عدت. بس برضو عايزه اقول لكم على حاجه، والله الكبشه برضو يا جماعه حلوه، مش يعني مش هتتعبوا كده يعني. انا تعبت قوي في الوقفه بصراحه. وهنا خلاص كنت اخيرا خلصت، وكنت خلصت عليا. اسيبها كده بقى؟ لا، قلت لا، من ضمن الاختراعات بقى. المفروض يبقى عندك اللي هي الخله بتاعت الشيش طاووق، او شوكه او سكينه، لا بلاش شوكه.
سكينه، فلقيت عندي المضرب البيت ده بقى، اولادي يعني الله يكرمهم كانوا مبوظينهولي، فخدت منه حته كده، قلت بما ان كده كده بايظ استفاد بيه برضه، وبقيت اعمل بيه الاشكال دي. هنطلعها كده شكل ورده حلوه بقى عشان خاطر يبقى الشكل حلو. وهنا ما بين كل واحده والتانيه لازم تمسحها بمنديل عشان خاطر الخليط ما يسيحش على بعضه. واهو بصوا ايه رايكم بقى في الشكل بقى، ايه رايكم بقى في الجمدان ده؟ هنا بقى كنت مسخنه الميكروويف، عاملاها على نص ساعه، ان المفروض هنا يبقى 170 180 درجه. وحطيته على الشوايه العين اللي تحت يعني. هسيبها بقى واروح بقى اريح رجلي بصراحه شويه. هنا بقى كانت خلاص كانت طلعت، بس عايزه اقول لكم الحاجات اللي في النص ديت ولادي بقى يعني برضو قاعده كل شويه ماما نشوف يغرزوا الشوكه، فهم اللي عملوا كده. بس عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعتها كانت قلب الشقه بصراحه، كانت جميله. وهوت بقى المفروض تتقطع ولما تبرد، بس برضو انا ما استبرتش وقطعتها وهي سخنه. المفروض تقطعها لما تبرد عشان ما تفرفتش منك. بصوا بقى هشه وجميله ازاي، والطبقات بقى فيها حلوه ازاي، جميله. ويا رب بقى الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون سهله وبسيطه، واشوف وشكم على خير. باي باي.